مرحبا بكم. دبي مدينة معروفة بأنها أغنى مدن العالم، ويعيش فيها أثرى أثرياء العالم، ويوفد إليها أكبر المليارديرات في الكوكب بأكمله لكي يقضوا بها بضع أيام في أجازاتهم، حيث لا يوجد فقر. كل من يعيش هناك سعيد وغني، ويعيشون في منازل فخمة وفارهة، سياراتهم مطلية بالفضة، هواتفهم مطلية بالذهب، أو بمعنى أصح هذا ما كان يعتقد الكثير. في هذا الفيديو سنلقي الضوء على الوجه الآخر لهذه المدينة، والتي تعتبر من أغنى مدن العالم، وسنرى أنه فعلا كما يقول المثل: ليس كل ما يلمع هو الذهب. ينتشر الفقراء في كل بلدان العالم أكثر من الأغنياء دائما، حتى أن هناك بعض الدول تصل نسبة الفقر بها إلى 100%. نعم، هناك الكثير من الدول التي تعيش تحت مستوى الفقر، وهناك أيضا عكس ذلك في بلاد أخرى. تعد دبي عاصمة للسياحة على مستوى العالم، وهي تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد بها أغلى الفنادق وأفخمها على مستوى العالم، ولهذا السبب يأتي لزيارتها حوالي مليون سائح سنويا، حيث تصل الغرفة في أغلى فندق بها إلى 25 ألف دولار مقابل الليلة الواحدة. وقد اشتهرت هذه المدينة بعدم وجود حالات فقر، وأن كل الحياة هناك كما يقولون وردية. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، فهناك الكثير من الصور التي تعكس الوجه الآخر لهذه المدينة، والتي لم يرغب أهلها أن يعرفه السائحون عنها. فهناك منطقة منعزلة في المدينة يعيش بها أفقر الناس، يصل تعدادهم إلى 150 ألف عامل، والذين أتوا من الهند وباكستان وبنغلاديش والصين بهدف العمل، لأنهم في الحقيقة لا يملكون مصادر دخل في بلادهم، وهم هنا يستغلون من قبل الإماراتيين بحجة أنهم لا يملكون مورد رزق غير هذا. يجني كل واحد منهم حوالي 6 دولارات في اليوم. هذا المكان ليس به مبان ولا منازل فارهة، فقط إنه عبارة عن أماكن ذات رائحة كريهة، يحتمي كل منهم بمنديل من شدة الرائحة الكريهة، وهناك منهم من تعود عليها. يعمل هؤلاء العمال بدوام متواصل، ولا يتقاضون سوى 150 دولار في الشهر. كل هذا من دون شكوى، لأنه إذا اشتكى سيتم طرده من البلد بأكملها. وهذا يعني أنك إذا تكبرت على عملك أو أن مدخراتك لم تكفي لتغطي الضرائب المفروضة عليك، فسيتم ترحيلك فورا من البلد. إذا لم تدفع ستذهب إلى السجن. يصدرون قوانين العمال والأحكام ضد البشرية، فالعمال الذين يحملون البلد على أكتافهم يعيشون في أقذر المناطق وأفقرها، وكل ما تفعله الحكومة هو إخفاء هذا الأمر تماما عن العالم. وما كشفته أيضا منظمات الحقوق الإنسانية حالات الوفاة المتعلقة بالعمل والحر والقذارة. نحن الآن في القرن 21، ولا تزال هناك أشياء من القرن 14 كالإقطاعية، حيث يقوم الرجل الإقطاعي الذي يملك السلطة المطلقة بتسخير العمال من دون حرية التعبير عن أنفسهم ولا عن احتياجاتهم. هذا ما يحدث بالفعل في دبي، حيث يملك الشيخ الذي يمثل الرجل الإقطاعي ولا يحترم العمال الذين يعملون لديه ويخضعون له، ويشهدون هتك كافة الحقوق البشرية والعمالية. والآن استعدوا لكي ندخل سويا إلى حجرة أحد العمال والذي يعيش في هذه المنطقة، وسترون بأعينكم كمية القذارة والبؤس التي يعيش فيها هؤلاء المساكين. حجرته عبارة عن 10 أمتار مربعة، تدخل الحشرات وتخرج بشكل مستمر، وتمشي على كل شيء حتى الطعام. في ركن من الغرفة يوجد تلفاز، والركن الآخر ثلاجة صغيرة، وتحته منضدة صغيرة توجد بعض الملاعق من الألومنيوم، وتتكدس في جوانب الغرفة الثلاثة الشنط والأمتعة. جهاز التكييف قديم للغاية ومغطى بالأوساخ، حيث يوجد 3 من المصريين يعيشون في هذه الغرفة. واحد منهم يقوم بتقطيع البطاطس للغذاء، والآخر يرتب الغرفة لزيارتنا لهم، بينما الثالث يجلس محبطا ومكتئبا. وكان لنا الحظ باللقاء مع 4 أشخاص يتشاركون الغرفة رقم 6 مع بعضهم البعض، وقد وضح لنا واحد منهم أن هناك مئات الآلاف من الهنود والباكستانيين والبنغلاديشيين والأفارقة يعيشون في هذه المنطقة.
والذي أمامنا الآن هو السوق، حيث يشترون منه غذاءهم لكي يمكنهم من الصمود والعيش، والذي يبدو وكأنه في أفقر بلاد العالم. تجد في هذا السوق الشعبي الفاكهة ملقاة على الأرض، وهم يقومون بشراء فاكهتهم منها وبسعر زهيد، وهو ما يستطيعون شراءه بأجورهم المتدنية. والآن بعدما تحدثنا عن هذا المكان والذي تعمدت السلطة تجاهله تماما وعدم الالتفات له وكأنه غير مدرج في خريطة المدينة. نعم، هذه هي دبي، أو هذا هو الجانب الخفي منها. هؤلاء هم الأناس الذين يعيشون في هذا المكان حيث يسود الصمت بين سكانه. تعلموا السكوت، وكل واحد منهم يقدم جواز السفر الخاص به للشركة التي يعمل بها، وأتوا بهم إلى هنا وهم الآن مليئون بالخوف من فقدان وظيفتهم إذا ما وقف أحدهم مع أحد الصحفيين. كل واحد منهم يكسره التعب، بينما تعبيرات وجوههم يملأها الخوف. إنهم وحيدون وبعيدون عن أهليهم وذويهم، وليس لديهم أي إمكانية لاختيار مستقبلهم، فهم مسلوب الإرادة. يعيش هنا بناء دبي، والذين يبنون على أكتافهم الفنادق الفارهة، ولا يمكنهم أن يحلموا بأن يسكنوها. يتقاضون فقط $150 في الشهر، والذي من المفترض إرسال جزء منه إلى أهليهم. هذه هي حياة من يعيش من هؤلاء العمال في أغنى مدن العالم، حيث ترتفع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة. هذا هو الجانب المظلم من دبي، أغنى مدن العالم وأكبر المدن السياحية به. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. مرحبا بكم. دبي مدينة معروفة بأنها أغنى مدن العالم، ويعيش فيها أثرى أثرياء العالم، ويوفد إليها أكبر المليارديرات في الكوكب بأكمله لكي يقضوا بها بضع أيام في أجازاتهم، حيث لا يوجد فقر. كل من يعيش هناك سعيد وغني، ويعيشون في منازل فخمة وفارهة، سياراتهم مطلية بالفضة، هواتفهم مطلية بالذهب، أو بمعنى أصح هذا ما كان يعتقد الكثير. في هذا الفيديو سنلقي الضوء على الوجه الآخر لهذه المدينة، والتي تعتبر من أغنى مدن العالم، وسنرى أنه فعلا كما يقول المثل: ليس كل ما يلمع هو الذهب. ينتشر الفقراء في كل بلدان العالم أكثر من الأغنياء دائما، حتى أن هناك بعض الدول تصل نسبة الفقر بها إلى 100%. نعم، هناك الكثير من الدول التي تعيش تحت مستوى الفقر، وهناك أيضا عكس ذلك في بلاد أخرى. تعد دبي عاصمة للسياحة على مستوى العالم، وهي تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد بها أغلى الفنادق وأفخمها